مم. من سخرية الأقدار أنه حينما كشفت أسرار CIA كان ذلك في عهد جورج دبليو بوش، كان رئيسا حينها، وتم إسقاط التهم الموجهة إليك، وقالت لك CIA والإف بي آي بأنه لن يلاحقوك لأنهم لم يحصلوا على مستمسكات عليك، يعني لم ترتكب شيئا يستحق المحاكمة والمتابعة. لكن حينما يأتي باراك أوباما الذي يعني ربما هو يدعي أو الناس يعتقدون بأنه رمز للانفتاح والليبرالية، تحاكم وتلحق في عهده الذي يفترض هو أحسن عهد بالنسبة لحقوق الإنسان. ولست أنت فقط، لأنه في وقت باراك أوباما هذا أيضا المفارقة، أنت حكمت، إدوارد سنودن، برادلي أو تشيلسي مانين، وجوليان أسانج. This is something that I've given a lot of thought to, as you might imagine. إنه شيء شغل فكري كثيرا. كان أوباما مهووسا بتسريبات الأمن القومي، هوسا فاق كل الرؤساء في تاريخ أمريكا باستثناء ريتشارد نيكسون. لقد كتب قانون التجسس في 1917 أثناء الحرب العالمية الأولى. بين عامي 1917 و2009 أوقف 3 أمريكان فقط بتهمة التجسس لتحدثهم في وسائل الإعلام. لكن وفي ال8 سنوات التي حكم فيها أوباما اتهم 8 أشخاص بالتجسس، أي تقريبا 3 أضعاف العدد على مدى حكم كل الرؤساء السابقين مجموعين. لقد خدع أوباما الكثير منا لنظن أنه ليبرالي ومنفتح، وأنه سيمنحنا سياسة خارجية جديدة تقدمية، ولكن لم يحدث ذلك. لقد هاجم كاشفي الفساد، وكانت سياسته الخارجية الداعمة للحرب بنفس سوء سياسات سابقيه إن لم تكن أسوأ. And his warmongering foreign policy was at least as bad as his predecessors. وبالمناسبة الأسماء التي تحدثت عنها أنت على تواصل معهم، يعني هم أصدقاء لك كلهم ال3، أسانج ومانين وسنودن.